يبقى اذا كم اشاره؟ 5. مفرد مش كده؟ مفردة، مثنى مذكر، مثنى ايه؟ مؤنث، جمع سواء كان مذكر او مؤنث. 5 تدلها على الخطاب وتخاطب ايه؟ 1 مش كده؟ 1 2 مذكر او مؤنث مع بعض. خلاص؟ الجمع مذكر الجمع مؤنث يبقى 5. 5 في 5 يبقى صورة الإشارة مع الخطاب 25 ايه؟ 25 صورة. 25 صورة. القرآن جه في الأول هنا عملها ايه؟ صورة الإشارة إلى الكتاب وهو مفرد، والخطاب لإيه؟ لواحد. ذلك الكتاب. ساعة نقول ذلك الكتاب مع أننا بقراه تقوم تقول ده جايب لام البعد يدل على بعد منزله، يعني حاجة ايه؟ حاجة عالية أوي أوي أوي، لأن علوي وأنت سفلي. فين أنت وفين؟ يبقى ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. كلمة الكتاب دي تدل على ايه؟ على انه بنجمع كلمات ويا بعضها علشان تدي، وبنسجلها ولا لا؟ نكتبها. يبقى كلمة كتاب تعني التسجيل. طب ولماذا تسجله؟ ده لانه نفيس قوي قوي قوي، وامر من خايف لا يضيع مني فايدته، والا فالكلام الهراء لا ايه؟ يبقى لا يقال كتاب الا لايه؟ الا لامر ذي بال يعتنى به ويخاف ان يذهب مع العقل، فكتبناه علشان ايه؟ فقال ان كنتم بتكتبوا اي حاجه يبقى هو ده الكتاب اللي يجب ان يعتنى به. زي ما تقول ذلك هو الرجل، كأن الباقي مش رجال. كأنك ان اردت الرجل الجامع لصفات الرجوله فهو فلان. فلان هذا هو الرجل. يبقى كأنه بيقول ان كنتم كتبتوا قبل كده ولا ان كنت عرفت كتب قبل كده يبقى هو ده الايه؟ الكتاب اللي يجب ايه؟ ان كنتوا تعتنوا به وتسجلوه، لانه هو اللي يجب ان يطلق عليه كتاب دون بقية الايه؟ دون ايه؟ يعني ان قلت هذا الكتاب يبقى كفيك، خلاص انتهينا. يبقى ذلك الكتاب. ذلك يعني يعملها مبتدا وخبر كده، تقول كأن غيره لا يعتد به ككتاب، انما هو ده الايه؟ الكتاب. كلام طيب. كلمة الكتاب هنا دلت على شيء اخر غير ما تدل عليه كلمة قرآن، لان قرآن افاد انه يقرأ، وكتاب افاد انه ايه؟ انه يكتب. والاثنين وجدوا كقرآن مقروء وايه؟ ومكتوب. وقلنا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. ولما يجي يقول بقى ذلك الكتاب وقد الف العالم كتبا ولكنها لم تظل على حقيقة كتابيتها، بل حرفت تحريفا ابطل مهمة المنهج فيها. ام هو قال علشان انكم فهمتوا السوابق دي في الكتب اللي قبلها، هذا الكتاب لا ريب فيه. هذا الكتاب لا ريب فيه. ليه؟ قال لك لان انتم كنتوا الاول مطلوب منكم ان كنتوا اللي تحفظوا، انما انا اللي حافظ. وما دام انا اللي حافظ يبقى لا ترتابوا ابدا في هذا الكتاب. هذه الايات ستقرأ ايضا قبل قيام الساعة. يبقى كأن مرور الزمن لن يحيل شيئا في القرآن ولن يغيره، وستظل كلمة لا ريب فيه الى ان تقوم الساعة، لتبقى الحجة على الخلق ببقاء كلام الحق. ذلك الكتاب لا ريب فيه. من بقى البلاغة الاسلوب تقول ذلك هو الكتاب، يعني وغيره مش ايه؟ كتاب. وتبقى لا ريب فيه جملة تانية، او تقول ذلك الكتاب الذي انزله الله على محمد لا ايه؟ لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه؟ لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا شك. وتقول اذا يعني ممكن توجه الايه؟ الجمل التوجيهات التي تسعف ثقتك في ذلك الكتاب ويقينك بانه وصل اليك كما قاله الله وكما نزل به جبريل وكما بلغه محمد،
فلا تقصه على بقية الكتب التي حكمت أنا أنها قد حرفت وغيرت وبدلت. أسأل الله سبحانه وتعالى